اللي حصل ده محتاج يتكتب في كتاب. كيف تتحول الخناقة لغرامة ب200 جنيه. انا قاعدة كده بامان الله لقيت خبر طالع بيقولك النيابة غرمت احمد السقا ب200 جنيه بس عشان اتخانق مع طليقته مها الصغير. يعني والله العظيم يا جماعة 200 جنيه ده تمن جزمة في اوكازيون. الموضوع بدأ لما مها الصغير وسواقها رايحين يدخلوا كومباوند في اكتوبر. فجأة لقوا احمد السقا جايب العربية وعامل فيها فاست فايرز. دخل عليهم كده من حيث لا يعلمون واعترض طريقهم والسواق بيحاول يفاديه. بس السقا قال لا، ده انا وراك لحد ما نتحاسب. دخل وراهم الكومباوند ونزل من العربية وبدأ يشتم ويزعق والدنيا سخنت جدا. وبحسب البلاغ الرسمي السقا مش بس شتم، ده كمان مد ايده. طبعا مها قالت لك لا يا عم، القانون فوق الكل. راحت عامله بلاغ هي وسواقها. نيابه الشيخ زايد فتحت التحقيق وقعدوا يقلبوا في الورق والقانون وقالوا لك جنحه بسيطه، يعني عادي جدا، ادفع 200 جنيه وامشي يا باشا. انا مش عارفه اضحك على الغرامه ولا على اللي حصل ولا على ان محدش فيهم طلع قال كلمه. يعني ايه ده يا جماعه؟ حد يقول لي ده فيلم ولا حقيقه؟